عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة ميس جريد 5. لو أول مرة تشوفنا متنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس واعمل لايك عشان اللايك بيفرق. يلا نبدأ مع أول سؤال في محافظة القاهرة لطلبة ماس جريد 5. بيقول لي choose the correct answer. 23 times 0.1 equal. أول حاجة اعتبر الديسمال بوينت مش موجودة، يعني 23 times 1 equal 23 يا مستر. احط الديسمال بوينت بعد كام ديجيت؟ بعد نمبر واحد، يبقى 2.3 نمبر A. يلا بيقول لي if x plus 3.40 equal 7.04 then x equal كام؟ أسهل طريقة عشان تجيب ال x، بص خد ال 3.40 وانقلها ب different side، يعني هنا الساين بتاعتها بلس يا مستر، أقوم نقلها بنيجاتيف ساين، يبقى ال x equal 7.04 minus يا مستر 3.40 واعمل ماينس 4 minus 0 equal 4. 0 minus 4 مش هتنفع، خد من 7 دي 1 تبقى بكام 6، والزيرو دي بيبقى بكام 10. 10 minus 4 equal 6 و6 minus 3 equal 3، يبقى 3.64 اللي هي نمبر سي. يلا سؤال نمبر سي بيقول لي 95 مليمتر equal سنتيمتر. طيب احنا عارفين ان 1 سنتيمتر equal 10 مليمتر، يبقى هنا يا مستر هعمل هنا بتحرك من السمولست تو جريتست، يبقى اقول له 95 divided 10 هيديني 9.5. نمبر 4 بيقول لي 200 اهي يا مستر، ال 200 اهي بلس ال 52,000، احط مكان ال 10 يا مستر 0 واعمل بلس 2 بلس 2 equal 4. 0 خلي بالك 0 بلس 2 equal 2. 2 بلس 5 equal 7. تمام. 0 بلس 0 equal 0، يبقى 72,000 اللي هي نمبر سي. تمام يا مستر. طيب هنا بيقول لك 15 divided 3 plus 5. دي أول حاجة يا جماعة، أفكركم بالأوردر بتاع الماثيماتيكال أوبريشن. كان أول حاجة لو عندي براكتس يبقى أنفذها الأول. تاني حاجة لو عندي divide و multiply from left to right، add and subtract from left to right. طب أنا هنا عندي أول حاجة divide، يبقى 15 divided 3 equal 5. 5 plus 5 equal 10، يبقى نمبر B. The common multiple of all numbers is 0. خلي بالنا لو قال لي common factors of all numbers ال 1، لو common multiples is 0. طب هنا بيقول لك the variable in the equation x plus 5 equal 9. الفاريبل، وعايز الفاريبل بس اللي هو ايه؟ الاكس. نخلي بالنا محدش يقول لي 4. نقرا السؤال صح ونركز مع بعض. طيب السؤال نمبر 2 بيقول لي complete. بيقول لي the rule of the pattern 85 و 80. ثواني معذرة، 85 و 80 و 75 و 70 is. طب لو لاحظت ان ال 85 دي بيحصل لها انكريز ولا ديكريز يا مستر؟ لا بيحصل لها ديكريز. وهتلاقي ال 80 برضه حصل لها ديكريز بنفس الرول، يعني هنا حصل ماينس 5 وهنا ماينس 5 وهنا برضه ماينس 5، يعني 75 بقت 70، يعني عملت ماينس 5، يبقى هنا الرول يبقى ان ماينس 5. طب الفاليو بتاع الديجيت 4 in the number هتبقى 400. طيب 250 مليليتر ايكوال كام لتر يا مستر؟ قالك 250 مليليتر اعمل له divided by 1000، يبقى يديني 0.25، يعني 0.25 hundredths لتر. لك estimate 4.9 plus 57.2 using front end strategy. يا جماعة لو حد واقف معايا أي سؤال أو أي استفسار وعايز تحجز معانا في وقت المراجعة ده، الوقت المراجعة ده مهم جدا. لم اللي فاتك مع مستر محمد صلاح دروس ماس أونلاين. لو أي حاجة واقفة معاك خش حتى تواصل معانا على رقم الواتساب ده، سايبهولك في أول المحافظة ده فوق على الرقم ده 011 4646 3159. تواصل معانا على الواتساب لو أي حاجة مش فاهمها ممكن تبعت لنا ونشرحها لك. تعالى يلا للسؤال رقم 4. بيقول لي estimate 4.9 plus 57.2. طيب يعني ايه front end strategy؟ يعني انت اعمل هنا راوند، هتيجي لاخر ديجيت وتعمل له راوند. هنا الفور اللي قبلها ال9 هتدي الفور 1 يبقى بكام 5 بلس هنا ال5
7 هتديها 1 برضو، هتبقى بكام 60. يبقى 5 بلس 60 equal 65. طيب هنا بيقول لي 6.3 is 100 times as كام. طيب خلي بالك هنا، انا برضه عكست السؤال، بدل ما كان بيجيبها لي يعني تقول له 6.3 equal 100 times كام. يلا فكر معايا كده يا باشمهندس محمود. هنا لو لاحظت ان الديسيمال بوينت اتحركت كام، اتحركت ديجيت واحد، يعني بقت بعد الثري. طيب 100 تايمز كام، نرجع دي لأصلها، يعني نرجع 6.3 دي لأصلها، هتبقى بكام كام يا مستر، بكام 63,000. ممتاز، لأن هنا 100 المفروض بتحرك 2 ديجيت، يبقى كام 6.3 دي أصلها 6063، وحط الديسيمال بوينت يا مستر، المفروض يبقى بكام 63,000. 63 ايه 1000. دي سؤال امتحانات بيجي كتير يا جماعة. طيب in the opposite area model the missing numbers are، عايزهم بالترتيب. طب هنا 2 times 1 equal 2، هنا half times 1 equal برضو 0.5، بكتب له 0.5، وهنا 2 times 3 tenths يبقى equal 6 tenths. طيب نمبر 7 بيقول لي 3 times 25 plus 6 times 25 equal 25. ايه المتكرر هنا يا مستر، قال لك ال 25. طيب يبقى ايه، هحط ايه هنا يا مستر، هنا هحط هنا 3 بلس 6 اللي هي بكام، ب 9. طيب نيجي السؤال نمبر 8 بيقول لي 4.231 times 43. تمام، اعتبر الديسيمال بوينت مش موجودة يا مستر، هنحلها مع بعض اهي. انا 4231 times 43. اول حاجة 1 times 3 هناخد ال 4231 نعملها مرة times 3 ومرة times 4. 1 times 3 equal 3، 3 times 3 equal 9، 2 times 3 equal 6، 4 times 3 equal 12. هحجز مكان الونز بزيرو. 1 times 4 equal 4، 3 times 4 equal 12 and carry up 1. 2 times 4 equal 8 plus ال 1 equal 9. 4 times 4 equal 16. واعمل بلس، يعني 3 plus 0 equal 3، 9 plus 4 equal 13 and carry up 1. 1 plus 6 equal 7 plus 2 equal 9. 2 plus 9 equal 11 and carry up 1. 1 plus 1 equal 2. 2 plus 6 equal 8 وانزل ال 1 احط كوما، مش شرط تحط الكوما دلوقتي، وتيجي هنا بقى تحط الديسيمال بوينت بعد 3 نمبرز يا مستر، يبقى 181 decimal point 933. تمام يا جماعة. طيب تيجي السؤال نمبر 3 choose the correct answer. متنساش تعمل لايك وتعمل شير على اكبر قدر ممكن عشان الكل يستفيد يا جماعة. طيب choose نمبر 3 بيقول لي choose the correct answer. the only even prime number is 2. rounding الرقم ده to the nearest tens is، فين التنسز يا مستر، اهي الناين اللي قبلها دي هتديها ولا مش هتديها، هتديها 1. تمام، يبقى الناين دي المفروض بكام 10، يبقى تعملها بلس 1 0 and carry up 1. 1 مع الزيرو هيديني 1، يبقى نمبر سي. the number whose all prime factors are 3 و 2 and 5 is، لما يديك نمبر يقول لك مديك البرايم فاكتور بتاعه وعايز الهول نمبر، اعمل لهم كلهم تايمز 3 times 2 times 5. 3 times 2 equal 6، 6 times 5 equal 30. تمام يا جماعة. يلا ننزل السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه تايمز ال 100 equal 4 ايه يا مستر 12. طيب يلا، ممتازة يا دكتورة اسماء، ركزي معايا وقوليها. قالك يا مستر دي برضو متحركة، دي اكن عامل ملتبلاي 100 equal 4.12، يعني عايز ارجع ده الاصلها يا مستر، لما ارجعها لاصلها هتبقى 412 اللي هي نمبر سي. طب السؤال نمبر 5 4150 divided 29 equal 143، عايز الريميندر يا مستر. الريميندر ده اجيب ازاي، اعمل الكوشنت تايمز الديفايزر
واللي يطلع اعمل له ماينس من الديفيدند. يعني تقول له 143 times 29 3 times 9 equal 27 7 and carry up 2 4 times 9 equals 36 plus 2 equals 38 and carry up 3 1 times 9 equal 9 and 3 equal 12 وهحجز مكان ال 1 بزيرو. 3 times 2 equals 6 4 times 2 equal 8 1 times 2 equal 2 أعمل plus 7 plus 6 equal 14 and carry up 1 1 plus 2 equals 3 plus 8 equal 11 and carry up 1 1 plus 1 equal 2 2 plus 2 equal 4 أنا 4147. لما أعمل 4150 minus 4147 هيديني 3 يبقى الريميندر 3 يا مستر. ماشي 64 and 56,000 64 and 56,000 56 اهي انا ما عنديش تنسز يبقى احط مكان التنسز بزيرو 56,000 ممتاز. The number is one of the multiples of the number 4 ايه اللي ينفع من النمبرز دي؟ قالك ال1 مش هتنفع وال14 مش هتنفع وال41 مش هتنفع قالك يبقى ال8 اللي هتنفع يا مستر. تمام يبقى ال8 is one of the multiples of the number 4. طيب السؤال نمبر 4 بيقول لي answer the following questions and find the greatest common factor and least common multiple of 42 and 28. طيب 42 دي عبارة عن مستر عن 6 times 7 6 دي عبارة عن 2 times 3 بعد كده خلصت ال 42 أجي ال 28 28 ل 4 times 7 ال 4 2 و 2 باجي أقول له كده إن ال 28 يا مستر عبارة عن 2 times 2 times 7 ال 42 عبارة عن 2 times 7 times 3. طيب الجي سيف هتاخد من هنا 1 هتاخد منهم 2 يبقى 2 times وهتاخد من هنا 7 يبقى 2 times 7 equal 14. ده بالنسبة للجريتست كومن فاكتور. طب الليست كومن مالتيبل هتاخد من كل واحدة واحدة. أنا هاخد من دول 1 يبقى هاخد 2 وال2 اللي بعدها هقوم واخدها وهاخد من 7 واحدة وهاخد من 3 واحدة يا مستر. يبقى 2 times 2 equal 4 4 times 3 equal 12 12 times 7 equal 84. يبقى الليست كومن مالتيبل يا مستر equal 84. تمام يا جماعة. تمام بيقول لي علي saves 98 اللي every month find the total sum of money which will save in 10 weeks. الرسالة دي فيها فكرة. ممكن طالب يقوم قايل لي يا مستر على طول اعمل 10 times 98 بس خلي بالك وبقول لك every month وهنا جايبها لك بيوفر في 10 weeks يبقى شوف ال 10 weeks دول فيهم كام months. طب انا عندي الويك يا مستر عندي المانث فيه 4 weeks 1 2 3 4 يبقى دي months دي كده 4 weeks فيهم 1 month كمان 4 weeks 1 2 3 4 فيهم كمان months يبقى كده 2 months هيتبقى لي 2 weeks 1 و 1 هيديني دي مثلا هاف نص شهر يبقى فيهم كام 2.5 months يعني 2.5 months يبقى اقول له 98 يا مستر times 25 2.5 equal يا مستر اقوم اعمل بقى multiply 98 times 25 times 5 equal 40 0 and carry up 4 10 times 5 equal 45 45 و 4 49 هحجز مكان الونز بزيرو 9 times 8 times 2 equal 16 and carry up 1 9 times 2 equal 18 and 1 19 0 9 plus 6 equal 5 and carry up 1 1 plus 4 equal 5 5 plus 9 equal 14 and carry up 1 يبقى 2000 يبقى كام يا مستر 245 ال اي 245 يا مستر ال اي تمام يا جماعة
يبقى وفر في 10 ويكس 245. السؤال نمبر 3 سؤال بيجي كتير في الامتحان يا جماعة، نخلي بالنا. بيقول لي الديكومبوز ايه الديكومبوز يا مستر؟ بيقول لي decomposed the number 145.369 using expanded form. طيب الطريقة دي كنت بحلها الفيرست واي والسكند واي والثيرد واي. الفيرست واي بتاخد كل ديجيت وتحطه بالفاليو بتاعته، يعني انا اهو تقول له 1 بلس 40 بلس 500 بلس 0.3 بلس 0.600 بلس 0.9000. 9 يا مستر 1000. طيب تاني طريقة تقوم واخد الجزء ده لوحده، تقول له 145 بلس 3 tenths بلس 600 بلس 9000. تمام. تالت طريقة قالك بتاخد يا مستر برضو تقول له 100. خلي بالك ال1 دي نسينا، ال1 دي يا مستر ب100، الفاليو بتاعتها ب100، احنا نسيناها، قلنا 1. طب الثيرد واي قالك هتاخد برضو 100 بلس 40 بلس 5 بلس وتكتب الديسيمال بوينت ده كامل مع بعض. اللي مش فاهم اي حاجة يا جماعة يتابعنا ان شاء الله وكل يستفيد ان شاء الله. ماشي يا جماعة. طيب نيجي بقى لاخر سؤال في الاكزام بتاعي. بيقول لي use the area model to solve 3813 divided 31. عايز اعملها بالاريا موديل. طيب تمام. اقوم محدد 31 هنا يا مستر واقوم كاتب له 3813 واجي اشوف هاخد 38 divided by 31 فيهم كام يا مستر؟ ال1 واحط مكان ال13 to 0. طيب يبقى اقوم اعمل طيب ال1 times 31 هيبقى ب31 احط التي 0 وبعده هعمل ماينس. يبقى اول خطوة بعمل ايه يا مستر؟ بعمل ملتبلاي وبعد كده بعمل ماينس. يعني اخدت ال 38 divided 31 يا جماعة وقمت حاطط مكان ال1 وال3 ده هم 0 2 0 واعمل تاني خطوة 100 times 31 هيدي واعمل ماينس 3 minus 0 equal 3 1 minus 0 equal 1 8 minus 1 equal 7. تمام. 3 minus 0 equal 0 مش شرط اكتب الزيرو. يبقى هنا التاني خطوة اقوم كاتب له 730 divided by 31. طيب هاخد 71 برضو divided 31 بس المرة دي هتبقى كام بقى؟ 71 دي فيها كام يا مستر؟ فيها لو انت عملت 2 times 31 هيديني 62 صح؟ 62. يعني هاخد ال 2 71 divided 31 هاخد ال 2 واحط مكان ال 3 يا جماعة 0 20 times 31 62. اعمل minus 3 minus 0 equal 3 1 minus 2 مش هتنفع اخد من 7 1 تبقى بكام 6 وال1 ده يبقى 11 11 minus 2 equal 9 يبقى دي بكام 93. اقوم محدد ال 93 هنا 93 divided by 31 ال 1 times 31 equal 31 2 times 31 equal 62. طب باخد ال 3 times 31 هلاقيها ب 93 يبقى اقوم واخد 3 times 31 equal 93. يبقى المسألة بتاعتي خلصت. يبقى الكوشنت يا مستر هيبقى equal 100 بلس 20 بلس 3 يبقى equal 123. يبقى الريزلت بتاع 3813 divided by 31 equal 123. وكده يكون ان شاء الله امتحان محافظة القاهرة خلص. يا جماعة اللي عنده اي سؤال مش فاهمه يتفضل يبعت لنا ونشرحه تاني وكده نكون خلصنا ان شاء الله. ما تنساش تدعي لنا دعوة حلوة من قلبك وصلي على الحبيب محمد واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. نستنوا باقي المراجعات مع مستر محمد صلاح دروس ماس اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.